بقات 2 سيمانات العيد والروينه بدات، ماشي غير في السواق، حتى في الراس. بنادم دابا مخاصم غير مع جيبو ومضارب مع المظاهر. اليوم ان شاء الله غنهضروا على الحقيقه المره ديال العيد في وقتنا دابا، وعلاش ولينا كنهتموا بالقرون اكثر ما كنهتموا بالنيه. أمو الخير يدير الخير. ولات واحد الظاهره خايبه، الحولي ما بقاش غير سنه، ولا وسيله باش نبانو على الجيران. كاين اللي كيتسلف بالربا، وكاين اللي كيغرق راسو كريديات غير باش يقولوا فلان جاب حولي كبير. واش هاد الشي كيرضي الله؟ واش هذه هي الروح ديال العيد؟ خاصنا نرجعوا للاصل ونفهموا باللي سيدنا ابراهيم عليه السلام ملي بغى يضحي كانت النيه هي الطاعه واليقين في الله. ربي سبحانه وتعالى ما محتاج للدم ولا اللحم، محتاج لهذيك التقوى اللي في قلبك. راه كاين اللي كيذبح نعجه بالنيه والرضق وكيبارك ليه الله في صحته وفي ولادو، وكاين اللي كيذبح عجل بالمباهاة والفوحان والعياقه وكيدوز العيد كامل في المشاكل والديون. نصيحتي ليك وليا في هذا العيد، عيد باللي عندك وباللي قسم الله وعلى قد جهدك. ما تقتلش راسك وتكرفس ميزانية دارك غير على قبل كلام الناس. راه الناس غدوي سواء جبتي حولي كبير ولا حولي صغير. عيش هاني وفرح راسك باللي قسم الله. راه البركة في القناعة ماشي في القرون. واش عقلتوا على العيد كيف كان زمان؟ كانت فيه البركة وكان الجماعة، وكان بنادم كيعيد بداكشي اللي قسم الله وفرحان وراضي. ما كان لا مباهاة بشكون جاب حولي كبير ولا شكون جاب حولي صغير. واليوم ولينا ملهيين بالهيكل وبالقرون وناسيين الجوهر الحقيقي ديال اللمة والعائلة اللي كتكون نهار عيد الكبير. ورسالتي لكل شاب يلا بادي حياته، ما تبداش حياتك بالكريدي على قبل نهار واحد. المرأة اللي غتصبر معاك على قبل حولي بسيط هي اللي غتوقف معاك في الشدة. بني دارك على الصح وما ترهنش مستقبلك على قبل هيبة قدام الجيران اللي ما غينفعوك بوالو ملي غتوصل وقت الخلاص. وحتى ملي تمشي تشري قلب على البركة ماشي غير اللحم، سول على الكساب اللي كيخاف الله، وشري الجهد اللي غيخليك تذبح وانت مرتاح وناويها لله. راه قليل ومداوم بالحلال حسن من كتير ومقطوع منه البركة بالربا. هذا شحال اخويا؟ هذا شحال عطاوك فيهم اخويا؟ هذاك 76 وهذا اللي من هنا 76 بحال 1800. شحال هذا اخويا؟ هذاك 96 وهذا 80. هذا 4000 درهم، 80000 وهذا 96. كمان مزيانه. في الاخير العيد راه فرحه ولمه وتواصل، ماشي سباق وشكون يغلب الاخر. فرحوا وليداتكم، زوروا حبابكم،
ويعيشوا اللحظة باللي قسم الله. راه القيمة ديالك كإنسان ما كيحددهاش الثمن ديال الحولي، كيحددها كرامك وأخلاقك وعزة النفس ديالك. وانتوما بغيت نسولكم بصراحة، واش في نظركم هاد الغلاء اللي كاين دابا واش هو فرصة باش نرجعوا للعقل ونعيدوا ببساطة، ولا باقي مرض المظاهر غالب علينا؟ شاركوني آراءكم وقصصكم في التعاليق، راه كنقراهم كاملين. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي محتاجين يسمعوا هاد الكلمات. عيد مبارك سعيد مسبقا، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو في راسكم.